كبيره قوي. ولو انت نجحت الحاج سعد، اذا انت نجحت هو الحاج كمان سعد يخش. هو دي بقى مش هاخد فلوس واشتمه. مش هاخد فلوس واشتمه. ده انت هتاخد فلوسك وبتستثمرها. طبعا. بدل ما تستثمر بره، استثمار كويس جدا على فكره. جدا. يصل لواحد في السنه على الاقل. يصل واحد في السنه على الاقل. يعني واحد لواحد، يعني الجنيه لجنيه وجنيه للنادي الاسماعيلي كده. اصل دي لغه تجاريه. ايوه يعني اقصد 100% المكسب، 200% المكسب. يعني تقصد اللي يحط 200 ما شاء الله. تمام. اي حد عنده مدخرات من اهل الاسماعيليه، اللي عنده 5، اللي عنده 10، اللي عنده 15، هنفتح لهم الباب في الاول. اكبر أسهم. ناس اكبر ناس مساهمين في المشروع ده هم اعضاء مجلس اداره. اكبر 9 هم اعضاء مجلس اداره عشان يديروا مالهم. اللي هم الاسماء الكبيره دي. الاسماء الكبيره عشان يديروا مالهم. فلنفترض ان واحد مثلا ايه قال وبعدين ظروفه قال لا او كلام من ده. انا اصلا اول ما اخش انا هبدا بنفسي كويس، ومعايا اللي داخلين معايا ومستعدين يدفعوا كل الفلوس كويس. وانا مستعد ادفع كل الفلوس عشان ما نتعطلش. نعم. الاسهم شغاله والمباني طالعه. هي مش مباني هنعمله هنجر عشان ناخد بسرعه، وفي دراسه الجدوى موجوده، فهنطلع بسرعه، وهيبقى ده برضو لاعضاء اعضاء والمحافظه موافقه لك على الكلام ده كله والكلام. ما هو ده قانوني ليه؟ انت بتعمله مش احنا مش نادي الزمالك عندنا سور نقدر نعمل فيه محلات. الحته صعبه جدا. كل الناس بتقول هعمل محلات في السور. هتأجرها بكام؟ وهتعمل فلوس منين؟ مين هيصدقك؟ ومين هيدي لك الفلوس عشان تعمل كده؟ وانا معايا شركه على فكره من بره ممكن تعمل الكلام ده بنظام البي او تي. هديها جزء. احنا هناخد 2000 متر بس من 100,000 متر. اوكي. من 100,000 تعمل فيهم الهايبر ده. الهايبر ده نادي الاسماعيلي ب 15 مليون جنيه، وال 15 مليون جنيه طيب انا واللي معايا ندفعهم. كويس. وانا ورجال الاعمال هندفعهم، وانا والمستثمرين من بره ندفعهم. خلي بالك الكلام اللي انت بتقوله ده متسجل. ده من بعد بكره. من تاني يوم سواء كنا بره او جوه هنبدا فيه. لان مفيش لنادي الاسماعيلي دول كده مشروعين، مشروع التليفون ومشروع هايبر. بص ابنك والدراسه هنعمل برضو لاعضاء الجمعيه العموميه، عباره عن حضانه بمدرسه كبيره جدا، لغات. هتبدا تجيب دخل كبير جدا، 200 طالب، 300 طالب، 400 طالب. عندنا بالسبعه والثمانيه والعشره هتدينا دخل، وهنجيب طقم كويس قوي بمجرد مع الحصول على الترخيص بتاع البناء بتاع الهايبر ماركت. الهايبر ماركت هيكون طالع تاني يوم. كويس. لو ما جاش لان راس المال موجود. تمام كده. موجود من بره. موجود من بره، وموجود من رجال الاعمال، وموجود مني وانا وشركاتي. كويس. خلصان. كويس. 50 في مصدر تاني غير الحاجتين الكبار دول، الحاجتين لو ربنا كرم مع الحضانه. ما تصرفتش لا في ارض النادي ولا اجرتها ولا بعتها ولا عملنا حاجه خالص. نعم. وبعدين مش هسمح بحد يخش لا مقاولين ولا حاجات جيش عشان يبقى العقد تمام. مفيش حد، والناس مؤمنه على فلوسها. دول حضرتك لو اشتغلنا فيهم المستهدف من هنا ومن هنا تجيب 300,000 جنيه في اليوم، 108 مليون جنيه في الشهر. مصاريف النادي محسوبه على 40-50 مليون جنيه. عندك 50 مليون جنيه بدل ما تبيع لعيب عشان وتفقد مركز كبير. احنا بعنا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيكسب النادي الاهلي وقت. طبعا. لو حضرتك رجعت الماتشات كلها عبد ربه نفس الوقت، حسني عبد ربه نفس الوقت، وغيره. لا انا لو احتجت مركز اجيب من بره معايا فلوس. الامر ده مش انا لوحدي اللي هعمله. انا وجمهور اسماعيليه. طيب ساعدوني. الباقي كله بقى انشاءات من مجلس اعلى للشباب والرياضه، حمام السباحه، النادي الاجتماعي. هقدر اعمل الكلام ده كله. لكن انا اقول وما اقدرش، ده موضوع يبقى احنا بنضحك على جميل اسماعيليه. جميل. هيتبقى لي مع حضرتك في الجزء الاخير من الحوار رايك. حضرتك قلت افكار تسويقيه طبعا جامده جدا جدا. لو ربنا اكرمك ووفقك فيها، اذا حست ثقه الجمعيه العموميه ان شاء الله، هتصور هيبقى امر كبير قوي 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 ان شاء الله. خلينا اسالك على فريق الكره الحالي. الوضع هل انت مطمئن اليه في حاله انتوا الانتخابات يوم 1 مش كده؟ تمام. يوم 1 باب القيد هيقفل يوم 6 أو 7. هل في ذهنك تدعيم الفريق في ال6-7 ايام دولت بعنصرين 3 يسندوا الفرقه، او المساله تبقى صعبه شويه؟ هناخد اجاباتك ولكن بعد الفاصل. يلا. فريق الكوره وانت حضرتك كوير. تمام. كنت لاعب في النادي الاسماعيلي وكنت مشرف على الكوره وبتحضر وبتقعد على الدكه مع الجهاز الفني. الفرقه الحاليه هل انت راضي عنها؟ الفرقه الحاليه ما يرضيش عنها اي واحد بيتفرج على كوره. اولا عندنا ثغرات قاتله. الاهداف سهل جدا تيجي فيك. عندنا حوالي 5 مراكز
محتاجين يدعموا. انا فعلا 5 مراكز. 5 مراكز. تقدر تقول لهم لي ايه المراكز؟ ومفيش اولا خط الدفاع ما فيهوش غير ولد جه لوحده باك شمال. اعتقد انه ابقى خليفه سيد معوض كده. تمام كده. ولد كويس جدا يعني. بس عايز يتثقل خط الدفاع يعني. في لعيبه بس عايزين وقت. تمام. ادي 3. خط الوسط كامل. المهاجمين ما فيش غير 2 بس، جودوين واحمد علي. عايزين 2 معاهم. لو كملوا ماتش مش هيكملوا التاني بالظبط. يعني لازم 2 معاهم، لازم 4 فرق منهم طبعا. تمام كده. انا كلمت لما كنا في الامارات، فانا كلمت فعلا كابتن صبري. كابتن صبري المنياوي. قلت له كابتن صبري ما تأيدش حد، استنى. واتفقت مع احد لعيبه من النادي ان هو يحاول يشوف لي اي حد فعلا في مصر. خلاص كله اتسكن. اولا قلنا بس ندعم ونعمل تغيرات في الفريق بحيث في لعيبه يكون عندها خبره، واحد بس يطلع ورا يرجع ورا. وبعدين عرضت على الطيور اللي هاجرت من النادي الاسماعيلي انهم يرجعوا. واعتقد ان احنا هنقدر نرجع 2 لعيبه منهم كده. اعتقد لان هم مش مستريحين في مكانهم. ينفع تقول لي اسمائهم؟ هو بس انا مش عايز عشان اعمل لهمش مشكله مع ناديهم. اوكي. ممكن اكلمهم بره الهوا. اوكي. انا اللي يهمني الهوا. لو قلت له بره الهوا هقول لهم. يبقى خلاص. احنا بنتكلم. انا معلوماتي المعتصم سالم وعبد الله الشحات. ده واحد، دي 2 بالظبط. صح كده؟ بالظبط. طيب اديني قلتها لهم. بالظبط. بس انا جوه على الهوا. خلاص على الهوا طبعا. انا بتمنى ان انا ارجعهم تاني. ده موقف كويس. وبعدين في بعض اللعيبه يعني اكتشفت 1 أو 2 في لعيب مساك من نادي المحله برضه معروض في السوق. وفي مهاجم اسمه جون انطوي. انطوي بتاع غانا ده. الولد لعيب كويس قوي. اعتقد ان احنا بسرعه هنجيبه النادي الاسماعيلي لان احنا محتاجين مهاجمين. انت بتتكلم في لو ربنا اكرمك انت قدامك 5 6 ايام. للاسف اللي هقوله لك بقى المشكله الاكبر ان القايمه كامله. القايمه كامله للاسف. يعني كابتن صبري قفل لك القايمه ساعه لما جيت اكلمه قال لي انا مش بايدي القايمه مقفوله. ياه 25 لاعب ايدهم. اتأيدوا. طب هل في استبدال؟ لا ما اعتقدش في استبدال. مش عارف، انا مش متاكد. هو يمكن فضي واحد لان يعني اتشغلت شويه. الولد اللي مشي تراوري ده يمكن فضي مكانه ما ايدهوش. بس انا ساعه لما كلمتك في دبي قلت له فتحت القايمه، سيب اي مكان لان انت محتاج لعيبه. فقال لي ده القايمه كامله. ودي المفاجاه اللي مزعلاني اللي مضايقاني. ده مفاجاه غير ساره. اذا ما فيش عندك غير قطاع الناشئين واللي على الدكه، وتغير في المراكز عشان تجيب ناس عندها خبره بس عشان خط الدفاع شويه. وطبعا الاثنين الفراوده هيتعبوا جدا جدا لان عليهم عبء كبير قوي. عقبال ما نشوف قطاع الناشئين. يعني القصه دي هتبقى لغايه يناير بمشيئه الرحمن. لغايه يناير. في يناير عندك فرصه اخرى. بالظبط. اللي هي الاستبدالات والكلام ده كله. او هجيب بقى من بره من اي مكان. انا عايز فرقه دلوقتي. وطبعا غصب عني هحافظ بس على الفرقه. والسنه الجايه برضه هنحاول نبني فريق. انا اشتركت في بناء فريق كبير جدا قبل كده بتاع سنه 94. انا اشتركت وانا عضو مجلس اداره في بناء. بشير عبد الصمد، احمد العجوز، حمزه الجمل، ايمن رجب، اللعيبه دي كلها اشتركنا في بناء. عندنا رؤيه كرويه، ببقى عارف احنا محتاجين ايه. ومن هناك انا قلت لحضرتك يعني بتعرض عليا لعيب، قلت لهم لا ما ينفعش انه يلعب. وقال له ده بيلعب مساك كويس جدا، بيلعب برجل واحده. تمام. ما ينفعش المكان ده، لازم واحد بيلعب فيه لازم رجليه الاثنين كويسين. يعني المهم يعني احنا عندنا فكر وان شاء الله كلنا متفقين ان احنا الفرقه هنسند ونغير في المراكز شويه لو عقبال ما نوصل ليناير. وفي يناير هندعمها كويس. هتبقي اذا برضو كل ده عايز اقول العنوان الرئيسي اذا ربنا اكرم. اذا ربنا اكرم طبعا. منافسه. ما هو قلت صدق بره ولا جوه. بالظبط كده. ما غصب عنك بقى خلاص. بالظبط. مفيش. هتبقي على الكابتن صبري المنياوي. هو لغايه دلوقتي الكابتن صبري ما غلطش، ما عملش حاجه. يعني ليه امشيه وهو اللي بادئ عامل فتره الاعداد. هو مدرب محترم جدا. مدرب كويس انا بس جدا. ده سؤالي لحضرتك. لا يعني. انا مش عايز كمان اعمل هزه فوق الهزه. بالظبط. بنسمع مثلا يعني عندك في يناير بمشيئة الرحمن عندك احمد خيري، عمر جمال، جودوين، مهاب سعيد، محمد حمص، احمد الجمل. كل دول عقودهم هتنتهي. يعني لابد ان يتم التجديد ليهم. تمام. ربما مشروع حضرتك ما يبداش بسرعه يجيب، يعني هو مشروع
طموح الحقيقه طموح جدا وبدري جدا. على فكره قوي، وبدري هيبتدي بدري، لكن هيبتدي. بنقول لا قدر الله لا قدر الله، ما انت داخل في معترك وداخل امام جماهير. تمام. هل هتقدر توافي؟ لان خلاص الفرقه ما بقاش فيها خبرات خلاص قديمه خلاص الا دول. خلاص فهل حضرتك بتاعد الملايين دلوقتي ان انت هتقدر تجدد لهم عقودهم؟ ما فيش حد هيمشي من النادي الاسماعيلي طوال فتره رئاسه النادي الاسماعيلي الا اللي يرغب في كده ويعلن للجمهور انه مش عايز يقعد في النادي الاسماعيلي، مش هخليه. انما كل من يرغب في انه يقعد في النادي الاسماعيلي والمدرب عايزه واللجنه الفنيه اللي هنعملها اللي عايزاه هيبقى في النادي الاسماعيلي. ملاحظات حضرتك ايه بصراحه يا محمد بيه؟ اتفضل بصراحه اتفضل على اداء المجلس السابق اللي وصل بيه الامر ان هو باع 3/4 الفريق. يعني ملاحظاتك ايه؟ هل كان في الامكان افضل مما كان، ولا هذه هي الظروف اللي فرضت نفسها على عشان برضو يبقى اتكلمنا بموضوعيه؟ هكلم حضرتك بصراحه. هو كان في ايديهم حاجه ممكن يعملوها وبتتعمل في كل الانديه، لكن اعتقد مش شخصيه الدكتور رأفت ولا اللي معاه انهم يعملوا الحركه دي. هو مش قادر يجيب موارد، اللعيبه دي خلاص هيمشوا من ايده. تعالى، هو عرض عليهم 1,200,000، لا ده انا عايز 1,600,000، لا ده انا عايز 1,800,000، لا ده انا عايز كذا. هو كان في ايده فلوس، يعني هو ماشي دلوقتي والنادي فيه فلوس. جاله فلوس، كان المفروض الولاد دول قعد معاهم وادالهم شيكات بالمبالغ بتاعتهم، يبقى الولد ضامن فلوسه تمام ويستمر. بعد كده جالك قدرت تديله كمله، ما قدرتش تديله بقى خلاص واتزنقت بيعه بقى. انما يمشوا مجانا دي كانت عمليه صعبه جدا. جماهير الاسماعيليه واخده على المجلس الاداره الموضوع ده. هو طبعا ما كانش في ايده حاجه يعني، ولكن هم ما بيمضوش على شيكات. هو على ما اعتقد اللعيبه قالوا لهم كده، قال احنا ما بنمضيش على شيكات وما عندناش رصيد. المساله محتاجه قرار، مع ان انا عارف ان هم حصلوا من البيع فوق ال 35 مليون جنيه للعيبه بالظبط كده. لكن هو زي ما حضرتك قلت في بعض الامور لابد يبقى فيها قرار، وبعدين لازم تكون قد انت مضيت على الشيك. فلنفرض ما جاتش فلوس، طب خلصوا عقبال ما تيجي، خلصوا انت كرجل اعمال عقبال ما تجي لك فلوس. دي نقطه مهمه جدا، ما هي دي كانت تعمل ان يبقى رجل اعمال ماسك النادي يقدر يغطي وبعدين ياخد بالظبط كده، ياخد فلوسه، ده حقه بالظبط كده. ما دام انت عارف انها هتجيب بالظبط كده. وكل رجل اعمال هيخدم النادي الاسماعيلي بعد كده هياخد مقابل، مش هديله مقابل فلوسه، لا ده هيشترك في مشاريع. لكن احنا مش هنسمح لاي حد يمشي بالطريقه اللي مشي بيها اللعيبه دي خالص. النجم مش هسيبه. جميل. يمكن الجزء الاخير اللي عايز اتكلم فيه وده جزء الحقيقه يعني بنفتقده في مصر كلها يا محمد بيه. اتفضل. وهي ثقافه المنافسه. تمام. دي يعني يمكن جمله مهمه جدا جدا. اتفضل. كيف تبدا المنافسه بشياكه ورقي، وكيف تنتهي بنفس القيمه الشياكه والرقي بس فعليا وليس كلاميا. تمام. اعتقد ان حضرتك والحاج سعد انتوا المتنافسين الرئيسيين. تمام. يعني كيف هي المنافسه الان ما بينكم من خلال الحوارات والكلام يمين وشمال والكلام ده كله، وكيف ترى ان تنتهي هذه المنافسه بعد انتهاء انتخابات الجمعه؟